الاستاذ سامر ابو الخير عضو اللجنه التنفيذيه دلوقتي في اتحاد الكوره بيقول هبوط المصري للدرجه الرابعه في حال يرفض هبوط النادي المصري للدرجه الرابعه في حاله اعتذاره. هنشوف القصه ايه بالظبط بالنسبه للنادي المصري، وهل ينفع اتحاد الكوره يغير قرار المحكمة الدولية الرياضية. دي مشكلة هنقابلها الفترة اللي جاية. النادي المصري زي ما سمعت من أول امبارح بدأوا بعض اللاعبين اللي هم من ولاد بورسعيد بدأوا يتمرنوا. في كلام إن النادي المصري أو الأستاذ كامل أبو علي هيبدأ يتعاقد مع مجموعة من اللاعبين، وأبرزهم حسن مصطفى لاعب قبل كده الأهلي والزمالك، واللي كان بيلعب في الزمالك مع كابتن حسام حسن، وهو قريب من كابتن حسام حسن جدا. وخلاص النهارده بشكل رسمي الأستاذ أحمد عبد الله محافظ بورسعيد يعني النهارده اكد وجود الكابتن او اعتمد وجود الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري كرئيسا للنادي المصري بعد موافقه وزير الرياضه الاستاذ العمري فاروق، وبعد موافقه بتعيين مجلس اداره للنادي المصري هيكون على راسها الاستاذ كامل ابو علي، وده شويه هيعمل استقرار في النادي المصري. وكمان مع الاستاذ كامل ابو علي عاطف مبروك نائب للرئيس، وحسام عمر وياسر يحيى واحمد فرغالي ومحمد الخولي وحسن شلبي اعضاء مجلس اداره النادي المصري.